السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك بكل خير. معي أنا خديجة برهان في برنامجك أنا وإنت. ما في إنسان في هذه الدنيا إلا ويمر باختبارات وصعوبات ومشاكل، لكن الاختبارات والصعوبات والمشاكل إذا أدركنا أن هي من طبيعة الحياة الدنيا فنقدر نحن نشوفها بطريقة بسيطة جدا، أو أنه هي من متطلبات الحياة. والصعوبات والمشاكل لما تحدث هي ما هي نتيجة خطأ نحن نرتكبه، أو يعني أمر ما يعني غير مستقيم يحدث في حياتنا. ما هو بهذا الشكل، ما هو بالضرورة يكون كذا. بعض الأحيان نكون نحن ماشيين باستقامة وبطريقة صحيحة، ومع هذا تواجهنا المشاكل والصعوبات والتحديات في الحياة. لذلك من البداية لازم دائما نتعلم نحن أنه الصعوبات والمشاكل في الحياة هي شيء لتطوير نفسنا نحن، والانتقال بنا من مرحلة إلى مرحلة أو من مستوى إلى مستوى آخر. مع الأسف الشديد نحن تربينا ونربي كمان أولادنا دائما أنه المشاكل شيء يعني لا يمكن الإنسان أنه قبل ما يحله يقدر يعيش حياته بشكل صحيح. وهذا طبعا يسبب لنا نحن تأجيل الشعور بالحياة أو تأجيل الشعور بالسعادة. فدائما نقول نحن لما نحل هذه المشكلة راح أسوي كذا، لما تنحل هذه المشكلة راح يصير كذا، لما أتجاوز هذا الأمر راح يصير كذا، ولما يحدث هذا الشيء راح أكون سعيد. فدائما عندنا عملية تأجيل للجانب المشرق في الحياة، فنأجل السعادة ونأجل الفرح ونأجل الخطط ونأجل الأحلام حتى ننتهي من حل المشاكل. ومع الأسف الشديد هو نحن لما نحل مشكلة تطلع مشكلة جديدة. فإذا إيش نسوي مع هذا الوضع؟ الوضع هذا نحن لازم نتعامل معه إنه شيء عادي جدا، وإن المشاكل جدا شيء عادي. أنا قاعدة أقول الآن المشاكل شيء عادي، ما قاعدة أقول إنه نتعامل معها إنه ما نتوقف ونحلها، لأنه أكيد مع كل مشكلة عندنا شعور معين، شعور بالقهر، شعور بالظلم، شعور بالعجز، شعور بعدم القدرة على تجاوزها. لكن الشعور شيء والتصرفات شيء مختلف تماما. أنا ما أمنع نفسي اليوم لما نتعرض لمشكلة أني أنا أشعر تجاه هذه المشكلة أنها هي معقدة وأنها صعبة وأني أنا حزينة وأني أنا زعلانة وأنه كيف صارت وأنه مشاعري كلها تتوجه في هذا الاتجاه. لكن في مرحلة ما لازم أتوقف وأبدأ أفكر بالعقل، كيف أحل هذه المشكلة وكيف أقفز من فوقها وكيف أستفيد من الدرس الذي أتت بالأجل. كمان في شيء ثاني لازم ألفت النظر له. المشاكل عبارة عن معلم في هذه الحياة، معلم نقدر من خلال نتعلم كيف تأتي المشكلة وكيف يتم حلها. فإذا نظرنا للمشاكل دائما بهذه الطريقة أنه هي معلمك الآن، اللي تحبه ولا اللي تكرهه. فحبدأ أفكر دائما في الحلول الممكن اتخاذها تجاه هذه المشكلة. وعلى فكرة يعني المشاكل ما هي بهذا السوء يعني شيء كريه. بعض المشاكل هي مفتاح لخير عظيم جدا يأتي من هذا الباب الذي لا نحبه. بعض المشاكل لما تأتي تحل مشكلة أكبر من المشكلة نفسها الحالية. وممكن إحنا نرجع شوية بذاكرتنا ونسترجع في حياتنا كم مشكلة حدثت هي كانت حل لمشكلة أكبر موجودة أو حل لمشكلة ممكن تحدث. فمو كل مشكلة هي شيء سيء أو هو شيء كريه. والمؤمن دائما ينظر للأشياء كلها أنها خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ كل أمر المؤمن خير. يعني لما تمر عليه مشاكل وصعوبات وتحديات وابتلاءات فأمره خير. ليش؟ لأنه إذا صبر فهو له خير، وإذا شكر فهو خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والمؤمن لما يتعامل مع المشكلات والصعوبات والتحديات والابتلاءات
بمبدأ الصبر فهو يعمل بمبدأ الصبر الجميل اللي يعقبه نتيجة جميلة، يعني بدون تأفف وبدون تذمر وبدون تشكي وبدون تعقيد وبدون اللوم والعتاب وبدون الإسقاطات وبدون ما يقول لو أني فعلت كذا ولو أنني فعلت كذا ولو أنني فعلت كذا، ولا يقول مثلا كل هذه المشاكل بسبب فلان وبسبب علان وبسبب ما يقول زي كذا. خلاص يتحمل الجزء الخاص فيه فيقول هذا الشيء من نفسي أنا أخطأت، أو أنا ما فهمت، أو أنا قصرت، أو أنا ما حسبت حسابي، أو أنا لم أدرك، لكن بدون لوم طبعا وتأنيب ضمير لنفسه أو توجيه اللوم لنفسه، إنما إدراكه أنه هو كمان له يد في هذه المشاكل. بعض الناس لما يمروا بالمشاكل ما يعترفوا أن هم لهم دور في هذه المشكلة، ما يقولوا مثلا هذه المشاكل اللي صارت أنا كمان لي يد فيها. ممكن يكون لهم يد فيها لأنهم شافوا إرهاصات المشاكل هذه أو علامات أنه راح يصير شيء معين وسكتوا، أو أنهم سكتوا عن اتخاذ الإجراء الحازم في عدم حدوث هذه المشكلة أو هذه المصيبة، فسكتوا كمان أو أحسنوا الظن، لكنهم ما يحبوا يعترفوا أنهم لهم يد فيه، أو أنهم حتى سكتوا لما حدثت المشاكل لم يشاركوا في حلها أو في اتخاذ إجراءات حازمة تجاهها بطريقة صحيحة طبعا. لذلك أي مشكلة في حياتنا لو نحن ننظر لها نظرة عادلة اليوم، يجب أول شيء نشوف نحن إيش كان دورنا في هذه المصائب والابتلاءات والمشاكل التي تحدث في حياتنا. الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني أي خير يصيب الإنسان هو من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالإنسان لما يرجع الشيء على نفسه هو يقول أنا إنسان عاجز وناقص ومحتاج ومقصر وما عندي علم بأي شيء، فيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الشعور في إيجاد حل هذه المشاكل. طيب الآن نحن كيف نتعامل دائما مع المشاكل؟ في ناس مننا مثلا بعضنا يتعامل مع المشاكل بالهروب كيف يعني؟ إنهم ما يواجهوا المشكلة ويحاولوا إنهم يحلوها، بل بالعكس إنهم يصبروا عليها أو يقولوا خلاص بعدين نحلها، أو إنهم يتجاهلوها أو يتعاملوا كأنهم لم يحدث أي مشكلة. هم بيفكروا بهذه الطريقة إن هم بيتجنبوا المواجهة، لكن مع الأسف الشديد هم بيأخروا فقط مواجهة المشكلة. فبالتالي هذه المشكلة اليوم لما أنا ما أقف أمامها وقفة صحيحة لمعالجتها هي راح تظهر في حياتي على صورة أخرى. كل المشاكل في حياتنا اللي تظهر وتكون متكررة هي دائما كانت موجودة، لكن نحن ما أعطيناها هذه الأهمية للمعالجة فقط. فتكرار الرسائل المشاكل هو معناها أنه اليوم قف وقفة صادقة وتعامل مع المشكلة وحلها بشكل صحيح وسليم. وبعضنا يواجه المشكلة مواجهة حقيقية جدا ويبدأ في حل المشكلة، لكن طبعا بعض الأحيان حتى هذه المواجهة إذا ما عرف يحل المشكلة بطريقة صحيحة ربما يرتكب خطأ تؤدي إلى مشكلة أكبر من اللي هي موجودة. وبعضنا يحاول دائما يحل المشكلة من خلال طلب المساعدة من الآخرين، فيلجأ للناس اللي تعرف تعطي رأي صحيح وتوجيه صحيح في حل هذه المشاكل فيتجاوزها. لكن الإشكالية في هذول الناس إيش هي؟ إن هم لما يلجأوا للأشخاص الآخرين لمساعدتهم في حل المشاكل هم لا يتطورون ولا يتعلموا كيف تحل المشاكل، فيبقوا عاجزين، فدائما يكونوا إيش؟ معتمدين على الآخرين في حل المشكلات. طيب إيش الحل مع هذه الأمور كلها أو مع هذه الأصناف كلها؟ الحل دائما هو مواجهة المشكلة ومعرفة سببها ومعرفة كيف حدثت وكيف صارت وإلى فين راح تؤدي بنا وإيش الإجراءات اللي لازم أتخذها. خليني أتوقف معاك عند هذه النقطة وأرجع أكمل معاك الحديث في كيف أنا أواجه اليوم المشكلات وأبدأ في حلها بشكل صحيح. فلا تروحي بعيد، خليكي معي.
رجعنا بعد الفاصل نكمل موضوعنا كيف ممكن نحن نبدأ نحل المشكلات. طيب نحن قلنا أي مشكلة في الدنيا كبيرة كانت صغيرة عظيمة كانت ولا تافهة، طالما هي تعكر علي صفو حياتي وصفو يومي وتأثر على طريقتي في العيش في الحياة والاستمتاع بها، أنا اليوم يجب أن أتخذ إجراء صحيح مع هذا الأمر، فأقف موقف صادق وصحيح. كيف الموقف الصادق الصحيح؟ أول شيء في البداية لازم أعترف أنه أنا عندي مشكلة. أنا عندي مشكلة، لازم أقول أنا عندي مشكلة وأبدأ أوصف المشكلة. هل هي مشكلة في شخصيتي أنا، في سلوكي أنا، مشكلة مع الآخرين، مشكلة في التواصل مع الناس مثلا، مشكلة في تربية أولادي، مشكلة في التعامل مع الدنيا كلها. أنا عندي ممكن يكون مشكلة في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لي ممكن يكون ما هو واضح. كيف أقدر أكون إنسانة مؤمنة مسلمة مؤمنة؟ كيف يكون عندي يقين وصدق التعامل مع الله سبحانه وتعالى طوال الوقت؟ ممكن يكون هذا النوع من المشاكل، أي شيء يعني على العموم. أو ممكن تكون مشكلة مالية، ما أعرف كيف أحصل على المال، أو لما أحصل على المال ما أعرف كيف أتصرف فيه. أو ممكن يكون مشكلة تعليمية، ممكن دائما أرسب في دراستي ولا أنجح ولا أتوفق مثلا. وممكن يكون مشكلتي اجتماعية، ما أقدر أكون علاقات صداقة مع أحد، دائما تواجهني أو يواجهوني الناس الغلط في حياتي، أو الخيارات حقتي تكون ما هي صحيحة. أو أني أنا ما أعرف أحل أي مشكلة في حياتي، فبالتالي أعقد الأشياء وتصرفاتي هي اللي توجد المشاكل. على العموم أنا اليوم لما أعرف أوصف مشكلتي إيش هي بالضبط وبصدق، أنا حكون مشيت أول خطوة من خطوات التعامل مع المشاكل وحل المشاكل. كيف يكون؟ إذا الاعتراف بوجود مشكلة يحتاج أن الإنسان يكون شجاع ويعترف أنه في مشكلة، أنا عندي مشكلة. الشيء الثاني لازم أعرف كمان كيف أوصف مشكلتي وأصنفها عشان ما أخربط الأمور في بعضها. اليوم لما يكون عندي مشكلة مالية، مو معناها اليوم أروح أسوي مشكلة اجتماعية ولا مشكلة عائلية ولا مشكلة مع زوجتي ولا مشكلة مع زوجي ولا مشكلة مع الدنيا كلها وأبدأ أندب حظي. لا، لازم أصنف الشيء وأحدده بالضبط، ولازم أعرف أوصفه. مشكلتي هي في التالي كذا. بعد كده لازم أبدأ أعرف إيش بالضبط طبيعة المشكلة هذه. يمكن تكون مشكلتي أنا مع نفسي، ثقتي في نفسي، أنا ما أشعر بالثقة في النفس. هذه مشكلة، أنا عندي مشكلة مع نفسي. إيش المشكلة؟ ما أشعر بالثقة في نفسي. كيف تعرف إنه ما أشعر بالثقة في نفسي؟ ما أعرف أتخذ قرارات، أتردد، أخاف، أرتبك لما قابل الناس مثلا، ما أعرف أتعامل معهم. لما أتعرض في موقف محرج مثلا ما عندي ردة فعل صحيحة، أحب أكون لحالي، أخاف إنه أحد يسوي لي شيء، أخاف إنه أواجه الناس. أي شيء من هذه الأشياء ممكن تعبر أو تصف المشكلة بشكل دقيق أكثر. ممكن تكون مشكلتي مع أولادي، أنا عندي مشكلة في التواصل مع أولادي. إيش طبيعة المشكلة؟ إيش معنى التواصل؟ لما أكلمهم ما يسمعوني، لما أوجههم ما يسمعوني، سلوكياتهم ما هي صحيحة أو ما تعجبني. طب ليش ما تعجبك؟ لأنها كذا وكذا 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 وكذا، ممكن هو يتصرف كذا وكذا وكذا وكذا. هذا الوصف دائما مريح، يخلي المشكلة محدودة، تكون في إطار ضيق جدا، ما تخرج عن هذا الإطار وتكبر وتصير شيء أكبر. نحن النساء مثلا، أو حتى كثير كمان مننا، يعني نساء ولا رجالا، بعض الأحيان لما نقول مشكلة ونتكلم عنها نلاقي إن إحنا نتكلم في 500 مشكلة في مشكلة واحدة. ليش؟ لأنه تدخل مشاعرنا في الموضوع، فبالتالي نتكلم في هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة ونلخبط الأمور كلها، ويكون المشكلة ما هي هذا أساسا. بعض الأحيان ممكن يكون في مشكلة بين زوجين. فالمرأة مثلا لما تقول أنا عندي مشكلة مع زوجي، اللي يسمعها تقول مشكلة مع زوجي يقول إنه هي مشكلة خلاص، يعني حياة أو موت. لكن هي لما تكون دقيقة جدا في وصفها، أنا عندي مشكلة مثلا في التواصل مع زوجي، إذا معناها محددة صارت المشكلة. أنا والله عندي مشكلة في طريقة التعامل. طيب، أو إنه مثلا ماني قادرة أعرف أتعامل معه، أو إنه زوجي مثلا عصبي وأنا ما أعرف أتعامل مع الشخص العصبي بهذا الشكل، أو إنه ما عنده وقت يجلس معانا ويعطينا وقت. أيا كان، لازم أوصف المشكلة بدقة شديدة وأحددها. تحديدي للمشكلة راح يساعدني في وضع الحلول المناسبة لها، وهذا يأخذنا للخطوة اللي بعدها. طيب إيش الحلول الممكنة، أو إيش الشيء اللي أنا أبغى أوصل له، إيش الحل الذي أريد أن أصل إليه؟ لازم بالنسبة لي يكون الحل واضح.
أنا أبغى أوصل لهذه النتيجة. خلاص لما يكون الحل بالنسبة لي واضح، طيب ما واضح ومحسوس وأشعر فيه أنا، راح أبدأ بعد كده أفتكر أو أستجلب أو أقترح الحلول الممكنة للوصول لهذا الهدف، لأنه هذا هدف الآن، فأنا الآن لازم أعرف كيف أصل لهذا الهدف. ربما أحتاج أني أنا أتكلم بطريقة معينة، ربما أحتاج أني أنا أدخل طرف ثالث في هذه المشكلة، ربما أحتاج أني أنا مثلا في مسائل الثقة بالنسبة أني أنا ألجأ للموجه الشخصي أو الكوتش حتى يساعدني في معرفة نقاط ضعفي وقوتي في رفع مستوى ثقتي بنفسي. ربما أحتاج أني أنا في مسألة مثلا مع أولادي أني أنا أبذل جهد مثلا أتكلم معهم بطريقة معينة، أوصف لهم الوضع اللي احنا فيه، أو أدخل طرف ثالث ربما يكون أبوهم. ربما أنا أحتاج أني أنا أقرأ وأتعلم مسائل التواصل مع أولادي، وخاصة لما يكونوا في مرحلة المراهقة. فإذا أفكر بالنتيجة، بالهدف اللي أنا أبغى أوصل له، كيف أوصل له، فأشوف أكتب كل الطرق الممكنة، بدل ما أقول والله أنا سويت كل شيء وما نفع ولا شيء، لأنه هذا خطأ. ما في شيء اسمه سويت كل شيء وما نفع ولا شيء، لا يمكن هذا الكلام، لكن شكله هذا الكلام يقال دائما من باب اليأس. فإذا أرجع أقول إنه أنا أشوف كل الطرق الممكنة للوصول لهذا الهدف فأسجلها. لو أسوي كذا، لو أسوي كذا، لو أسوي، أسجلها. ليش؟ حتى ما أعتمد على ذاكرتي في استرجاع هذه المعلومات. كل ما أكتبها راح يطلع معي أفكار جديدة لحل هذه المشكلة. وأبدأ بعد كذا في الخطوة التالية إني أنا أجرب كل الوسائل اللي أنا وصلت لها، أجرب وسيلة وسيلة، أشوف ممكن المفتاح الأول، الوسيلة الأولى تنفع، وإذا ما نفعت أجرب الوسيلة الثانية، إذا ما نفعت أجرب الوسيلة الثالثة. التجربة الوسائل هي عبارة عن تجربة المفاتيح للوصول لهذا الهدف، لفتح الباب للوصول للهدف، لحل المشكلة نفسها، إلين أوصل للأسلوب المناسب لحل هذه المشكلة. بهذه الطريقة أنا حكون حليت المشكلة، وبعد كده أبدأ أطبق هذا الحل على أرض الواقع لملامسته لواقعي أنا وللوصول به للنتيجة اللي أنا أبغاها. طيب أنا الآن إيش استفدت من هذا؟ الشيء الجيد في الموضوع هذا اللي أنا استفدته أني أنا اتعلمت اليوم كيف يتم النظر للمشاكل وكيف يتم التعامل مع المشكلة وإيجاد الحلول لها. فبالتالي قاعد تتطور مهاراتي في مسألة حل المشاكل أو المشكلات، وهذا التطور راح يساعدني أنا، وراح يساعد أولادي، وراح يساعد زوجي، وراح يساعد كل الناس من حولي، لأنه هذا علم ومعرفة أنا تعلمته بالتجربة على واقعي أنا أو على مشكلة واجهتني أنا. أكيد لما نخلص من هذه المشكلة ما راح يكون بعدها ما في مشاكل، لا، راح تيجي مشكلة ثانية، وربما تيجي مشكلة أصعب كمان. والمشكلة الأصعب هذه لازم المفروض تذكرني إنه أنا المشكلة السابقة ما كان عندي علم، وكان عندي هذا الشعور برضو إنه هي مشكلة صعبة وما أقدر أحلها، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبإني أنا قدرت أتعلم، قدرت إني أنا أحلها. فبالتالي لازم أنظر الآن للمشكلة التالية إنه هي تطوير لمهاراتي في مسألة حل المشاكل. وبهذا الشكل نحن لما ننظر دائما للمشاكل إن هي عبارة عن مدرس أو دورات تدريبية حياتية مباشرة لتطوير مهاراتنا في الحياة، رح يكون أدائنا في الحياة أفضل، ودائما رح نلاقي عقلنا يستدعي كل المشاكل اللي مرت علينا وكل الحلول اللي قبل كده مارسناها في إيجاد حل المشكلة الجديدة. وبهذه الطريقة نحن دائما نتعلم كيف يكون النظر، أو إن احنا نكون دائما نختار موقعنا في الحياة إن احنا نكون دائما جزء من الحلول ولسنا جزءا من المشاكل. كثرة المشاكل بتعلم الإنسان إنه يكون هل دائما يركز على المشكلة ولا دائما يركز على الحلول. فلما دائما نحن نكون نركز على الحلول راح نلاقي مع الوقت إنه أي مشكلة في الحياة تمر علينا إنه هي جدا تافهة وبسيطة جدا ويمكن التعامل معها، لأنه نحن في مراحل حياتنا كلها أثناء حل المشاكل نحن بنتطور ونتحسن ونكون أفضل ما نكون. فأرجو إن إحنا من اليوم صاعدا إن إحنا كل مشكلة تمر علينا ما في داعي ننظر لها نظرة يأس وإحباط وإن هي مشكلة صعبة وإنه أنا سويت كل شيء في حياتي كيف طلعت معي المشكلة هذه. لا، إنما لازم أنظر للمشكلة هذه إنه حان الوقت الآن لتطوير مهاراتي في الحياة وتقوية هذه المهارات وتحسينها وجعلها في مستوى أفضل للمراحل القادمة، لأنه كل مشكلة
هي عبارة عن سلاح جديد أنا بتدرب في إيجاد الحلول له في التعامل معه، ومعناها أنه أنا وضعي في الحياة بإذن الله تعالى راح يتطور ويكون أفضل وأفضل. كنت معك أنا خديجة برهان في برنامجك المتجدد دائما وأبدا أنا وأنتي، وكان اليوم موضوعنا عن طرق حل المشاكل أو كيفية حل المشكلات في الحياة. حتى اللقاء القادم أتركك في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.